بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كذلك من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم العدل كذلك من الصفات المعروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعدل صفة عظيمة جليلة محبوبة إلى النفوس، فلنعلم هذا. العدل صفة محمودة والناس يحبونه، ولن ترى أظلم الناس يدعي بأنه ظالم، بل يدعي بأنه عادل لعظمة العدالة. حتى المجرم أو الظالم، حتى الفرعون والنمرود كانوا يقول نحن أعدل الناس. اليوم الظالمين الموجودين كان اليوم يعني في هذا العصر كلهم كانوا يدعون بأنهم من أهل العدل. صفة محبوبة جميلة. سنتكلم حول تطبيق هذا الصفة ووجودها عند النبي صلى الله عليه وسلم. برايد عزيز إيرو مثل بحث أخلاقك جا أخلاق پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام أوجي عدل يجي عدالة. عدل هر حال ده بكردي جراته قوتن داد نوصا داد معنى عدل يعني، ودادي داد پروری بعدالتي تصرف مر بك. أب عدل صفتك يا أخلاقك يا قالك شيرين الجمع إنسانا، يعني تشتكي وصار شيرين وساكن خوشة في دنياي دا أن كسيكو ستمكار معنى ظالم، يعني أبي ظالم جي دبجة أز خدي عدالته ما ظلمت كه بحزارة إنسانا دكجال دبز عادل مقد ظلمنا كده، يعني چونكي عدالة تشتكي قالك شيرينه. حفظات شيء ما بحث رحمته كر جانا رحمت هناك إنسان هنا دبيجن رحمت جمنتنا قبولت كذبه رحمت الجمن ما يدي از ظلمي بكم فقط هاد قوتن عدالة بالناس عدالة ظالم يجوز عدالتها من هي فقط جالي رحمتي برحمته دا جانا دبي رحم نما يدي دي رحمتنا تشتكي دي بكم فقط بيجي عدالة بالنا حكم من عدالته. عدالة براستي صفتك قال لك خشكه قال لك شيرينه. والجنب پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام جيب يعني صاد الجميع پیدا دبو. عدالت صفتك يا امود ده انسان بندست دما کو بحث عدالت دبه كيف وانت او دبه عدالتك وكذيك هي ام امود بي تشتهانت كن يرو مثلا ملت ما و روجك تاريخي على صد روجا ملت كرد تشيك مكا داني چيه دبه وهدي عدالت ورك عدالت هدي امشر ناكن هي دار عدالت ور يعني ملت بندست دمك بحث عدالت دبه كيف وانت هلا انسان بندست مظلوم انسان بندست مظلوما براستي هاد قوتن عدالت آچعبه وان بدبه بهنا وان درته وكنا شاخكيت آوه بدي که چاو گلای گشت به انسان بندست به عدالت گلاوان گشت به انسان مظلوم امود و هیوی وان عدالته و براستي حكم بعدالته جي تشتكي قال لك خوشه. العدل من الأمور التي أو الذي الله عز وجل يأمر عباده به. إن الله يأمر بالعدل، أمر مهم جدا من الأمور القليلة التي الله عز وجل يأمر العباد بها، وآية صريحة الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أولا كلمة العدل، وعدل كلمة عامة، المعاملة مع الشخص مع الأخ مع الأسرة في الحكم في الإدارة، تصرف إذا يكون حسب قوانين الله عز وجل ولا يوجد فيها تعدي على حقوق الناس يعتبر تصرفا عادلا، والله عز وجل يأمر العباد بأن يتصرفوا معهم بالعدل. عدالت یک جوان أمرك وخدي عز وجل القرآن بيروز داد بيجا بعدالت حكم بكن از أمر ودكم عادل بن بهفرة وبهفرة راست بن ظلم ونحقي لهب نكن. یک جوان آياتيكو يا جوان فرمانك وخدي عز وجل القرآن داد بيجا خدي أمرتك یک جوان جي عدالته. يعني هناك آيات هنا خدي عز وجل القرآن داد بيجا خدي أمرتك یک جوان أمر خدي جي بعدلك وخدي بيجا از أمر واتكم بعدالته از أمر واتكم مش خدي را عبادت بكن یک جوان أمراجي كرب عالم أمر متك دبيجا عادل بن ظلمي لهب نكن. كذلك العدل لأهميته الله عز وجل يأمر النبي ويأمرنا جميعا أن نكون عادلين مع الجميع حتى مع العدو.
العدل هو أن تتصرف مع عدوك بما هو موافق للعدالة. لا تقل إنه عدوي لن أكون عادلا معه، إذا قلت إنه عدوي لن أكون عادلا معه فأنت ظالم. لذلك الله عز وجل يأمرنا وإن كان بيننا وبين الرجل عداوة محاربة، ولكن إذا احتجنا أن نحكم فليكن بيننا الحكم بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول كراهيتكم لقوم من الأقوام لا يكن سببا لأن تكونوا غير عادلين معهم، بل اعدلوا معهم وإن كان بينكم عداوة محاربة لا تحبون بعض، هذا أمر. ولكن إذا تحتاج أن تحكم بينك وبينه وبين رجل آخر لا تقول أنا لا أحبك سيكون ظالما في حقك، لا، الله يأمر بأن نكون عادلين حتى مع العدو. وهذا يظهر عظمة الإنسان والإسلام، أن تكون عادلا دائما ليس حسب كيفك وهواك، بل تكون عادلا كلما احتاج الأمر، كلما حكمت تحكم بالعدل، فهذا مقتضى الإيمان والذي يأمرنا الله به عز وجل. تساجي عدالة خدای عز وجل امر مد که عدالت پریاکو مهمه، پریاکو گرینگه دبی هر دم گرون عادل بن. ایجا او قسم مهمه دبی دما کن نیاری وشی هبن و بنیاری خراجی خبر دا داینو ساندنه کی کر معامله کی کر بنیاری خراجی گرون عادل بن. نبیجت نیاری منی عدالتنا، نه نیاری تبجی هات به محکمه لجمتا حکمه کی کربه لازمه تتقل بی حکمه کی بعدالت بکی. یعنی حساب که دولت اسلام دا و مسلمان کی یکی کافر خیری بکی شرکی کرن ابن یاری آنه که هات محکمه اسلامی حاکم چنا بجرابه والله تنب مسلمانی ابن یاری هفن از عدالت دقلت ناکم، نا دقلت تجیگر از عدالت بکم. یعنی قوم کدام خودت بجاجی قوم قصای به نبی عشیرت کادی قوم کی کنه مسلمانن قانون قرآن دا دما کو بحث مخالفتت که نه مخالفت عشیرته، یاجی نه قوم کی کو مثلا ام کرد نه عرب یعنی نه ترک و ها نبجه دما کو بجه قوم کی یعنی تو مسلمانی او جنا مسلمانه قومیتك خدای عز وجل دبجه دبرد اوا معنوي قوم کی کنه مسلمان به تشتكي چه بود قالوا قالت عادل بي نبي ولات مسلماني از رحملت اناكم از بون مسلمان عادل مش بون مسلمان از ظالم ابيا تشتكي كو خدای عز وجل قد قبلناك. طبعا العدل يعيد الأمور إلى نصابها. كما تعلمون السيارة إذا يكون عندها مشكلة تذهب بها إلى الميكانيك ويصلح السيارة خلاص. العدل هو استقامة النظام الموجود بين الناس، إذا حصل خلل في النظام بين الناس العدل يقيم هذا. الله عز وجل كان يرسل أنبياءه كلما يحصل خلل في النظام بين الناس يرسل الأنبياء حتى يستقيم أمور الناس، وإذا استقام الأمر بالعدل الناس يكونوا سعداء. وإذا فقد أمة أو شعب أو قوم من الأقوام العدالة فيما بينهم يكون أشقى الناس. العدالة يجعلك سعيدا والظلم أو فقدان العدالة يجعلك شقيا. نرجو الله أن يجعلنا من السعداء بالعدل والعدالة إن شاء الله. عدالة معناوي راست كرن معناوي أبا راست، يعني تشتكي خرابات بعدالة تبي سيستم راست كي تدي سيارة ما عربية ما دمك خرابات دبن عطل بروبلم كتير تشتبه أم تشين جواني كو تشتكن ميكانيك وانا عربات درست كن اوان عربات دمك اشترى درست كر تدي مثلا سيارة بالانسای خراب به او راست کردن بالانسانی عدالته دمک تا بالانسای راست کرد عدالت چی بالانس جیان انسان که خرابو به عدالتی بالانس راست کن دبی ابیا حقه ابیا نه حقه ابیا راسته ابیا نراست ابیا مافته بالانس حیات انسان راست که قومکی که عدالت ناوان ده هبه او قوم هانه جیان وان خوشه کیف خوش و دلگش. مثلا اینکه دولت اروپا ناوان دا طبعا صد عدالت نبی قد بیروانکن فقط دمکو عدالت دش صدی هفته هشته عدالت هبه جیان وان خوشتره لگا وقت ظلم بو صدی هفته هشته جیان وان بکنه جهنمه. تماشات کی هنک تشتاد عدالت وان انسان هانه هه جیان وان دا عدالت هبه تماشات کی ملت راحتن کیف خوشن.
مال خدا، تجارت خدا، عماره خدا، سیاره خدا، دکار خبات خدا. اگر تو بزنی ظلم تا نایکرن دل راحتی کیفاتته، لی اگر تو تماشا کن والله ظلم تا تکرن بی وقت دل تراش به توش دنیا عاجز بی یور عدالت نینه. کو عدالت نبو تخیرش خنادی، انت خیرش خنادی ملت تتب خیرش خنادی نه یکی دوک جا. طبعا لأهمية العدل الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان يأمر الصحابة رضي الله أو رضوان الله عليهم جميعا ويبشر ويفضل ويبين لهم فضل الذي يكون عادلا في الدنيا، كم إنه مرتاح وكم إنه محبوب لدى الله عز وجل. وهناك حديث يقول إن المقسطين أي العادلين في الله الذي يكون عادلا لله عز وجل هو الذي يحكم بما يأمر الله به من الأحكام، الذي يكون مقسط في الله على منابر من نور يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. بسبب عدلهم في الدنيا الله عز وجل يعطيهم منابر في النور أو على نور يجلسون عليه بين يدي الله عز وجل، مكان مرموق جدا. النبي هكذا كان يلقن صحابته بأن يعلموا فضل العدل. إذا أنا أكون عادل يوم القيامة الله سيكرمني بالجلوس على منابر من ذهب ومن فضة ومن اللؤلؤ وأكون مرتاحا عند الله والله يكون راضيا عني. هكذا الرسول كان يعلم الصحابة ويلقنهم العدل. عدالت پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ایجا صحابی خورد گفت و عدالت بکن ها ایجا مزگینی که داوان مزگینی که کو صحابه کیف خوش ببند گو قالوا صحابیاش بیر وانکن دما کون عادل بند في دنیا هانه دا لگور فرمان خواده و ظلمه نکن رب عالم اصا دیاری که اصا هدیه که مازند دوه او هدیه چیه پیغمبر خواده او هدیه دبه منبر وکا بجا کرسی يعني جيه بلند لسر هنك جيه بلندن جنورين نور تاب رونيكاي تاب قاد قلت النور اي في دنيا انا دا ام بجن رونيكاي تشكي تشاوي فهمناكن فقد اخرات دا جيه كرسي كتاب نور تاب رازبون اخواد السر يعني لسر كرسي كي اصاب قدر وقيمه حضور اخواد دا سر كرسي رودن روجا قيامته جبونه چه لورات الدنيا دا عدالت كرت الدنيا دا عادل بود ظالم نبوي تا بريارك دا كرناتا خبرداناتا حكمتا بعدالت بو رب عالم جروع قيامته او كرسي كده تا بحضور اخذها بحضور رب عالم دا دبي اطور الفرا دانش ورا جيت يا خوش او ده حسابك سلطان دولتك جيكرا بجت ورك لا كامرون خبر خوش امنا خوازن يعني اما سروكي عشيرتك ياجي سروكي بارتيكي مربرات بيت ورك لا كامر قرتك لدمك رب العالم عز وجل بعبد من أطوار ثابيجي أنيرونه أف كرسيها بقدر وقيمة في وقت والله شرفك وكوي شرف خوشنينا يعني تشتكي قال لك خوشة پیغمبر به عليه الصلاة والسلام أو كرسيها هاني كرسيها كوان كسد الدنيا دا عادل بون خدد دوان رجع قيامته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادلا وتعلم العدالة أولا من قبل الله عز وجل وثانيا رأى العدل في مجتمعه وهو صغير. قومه اجتمعوا في بيت من البيوت المعروفين دار الندوة كما يقال. هناك حادثة معروفة في السيرة النبوية نقول حلف الفضول الذي درس السيرة النبوية حلف الفضول أو حلف الفضول. هناك أشخاص بعضهم يقول لفضالته ولكرامته هذا الاتفاق وبعضهم يقول الذين اتفقوا على هذا كان اسمه فضل لا بأس. على كل اجتمعوا والرسول كان صغيرا جلس معهم اتفقوا قالوا لن نقبل بمظلوم في بلدنا لن نقبل من اليوم فصاعدا إذا رأينا رجلا مظلوما ويظلم من قبل أحد المعروفين في أهل مكة سنعاقبه. فالرسول كان صغيرا وشارك معهم في هذا الاجتماع قد دخل المحبة في قلبه وهو صغير محبة العدل. رأى هذا الموقف الجميل النبيل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعيت بها في الإسلام لأجبت لو طلب مني وأنا رسول أن أشارك في هذا الاتفاق لأجبت لكنت معهم. النبي حبب إليه بعد فطرة الله عز وجل إياه على العدل. هذا التصرف الجميل كذلك جعل للعدل مكانة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أحيانا نتعلم الأمور ونحن صغار
فعلينا أن نكون قدوة لأمور الطيبة لأولادنا. الأولاد سينظروا إلى الكبار إذا رأوا تصرفا جميلا وحبب هذا التصرف إليهم لأن الأب يعمل، لأن الكبير العشيرة يعمل، فهو يقول سأعمل هذا. وإذا فقد شيء في المجتمع ترى كثيرا من الأطفال لأجل حرمانهم من أمر جميل في المجتمع يقول سنحارب حتى نكون من الذين يدافعون عن هذا القيم. ترى كثيرا من الأقوام المظلومة أولادها يحب أن يكونوا محامين، يقول أكون محامي بالحقوق ودافع عن حقي، أولاد الضعفاء المساكين. ترى أولاد المرضى يقول سأقرأ حتى أكون طبيب وأعالج المرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حينما رأى ظلما ورأى عدالة فازداد تعلقا بالعدالة. عدالتك حياة پیغمبر دا، عدالت پیغمبر شخون خدای وها چه کرد و عادل، فقط پراتیکی دا عدالت ده حال جن پیغمبر زیده بو. پیغمبر هجا بچوکه امریکا ده 15 امریکی وصا بچوکه دمدين مكة دا مسألة كي چدبه او یک تجارت کریه مال فروتیه ملت ابو جهل و یجیه که مدینه وانا پری يناد ظلمه لیتکن ور حاصل اوی کابرای تل بر کعبه دنگی خبلند کدبه ای گلو ملت قیقتن آلیکاری هم بکه ظلم المرهاتیه کرن یکتن حق بپارزه 4-5 حب ظلامه به شرف شوی رادبن اشتی جبینه کی چیدکن پیغمبر جی بشتارد به اوج دگل مام خوانچه کتی ناوان دوی دا دبیجن جی ایروپی دا ام سوز دادن ام مظلومه کی دمکه دا قبول ناکن ام گره آلیکاری مظلومه بکن تشتکی گل لکیفا پیغمبر پیته حتی پشتی که پیغمبری جره هاد دبی ایرو جی اگر تکلیفه کی وها بومن وره بیجت آلیکاری مدکینا که دبی از هر مالیکاری هم بکن اوقات تشتکی بقیمته اوقات تشتکی پیروز بیه پیغمبر دوی بچوکی آنه دا شیرینای عدالت کتیه دل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فردا تشتکی بوا بیجم زاروک مندال دما کبچوکن دنوا قوم خدا تشتکی بدنر کتنه كيف دلي وان دبي خوازيه بيال جمن هبونا خوازي بيتشتانه بكرا مثلا قال لك ملتكم مظلوم وبندستن تماشات كي زاروكي ونسله تازه دبي از ابو خاين ببم عبوقات از ببم محامي كما دبي ظلم از ارم قركا بوليس كرم قركا وانا كن از حق شخو بخازم حق من تخازت كيف دلي يعني تماشات كي شخصي كو دايكاوي بابي هر نساخه هذي كابراي هاني وات شات دبي از ابو خاين ببم دكتور از دايكا خو درمان بكم واز تذكي نخواش درمان بكم كيف حس كرن كيف دليوي جبروي آگهدار بن تشتي كونج انا دا بكن زاروكي و كوبيا وانا ون چخاره بكشينه چخاره بكشينه ولا ماش بكن الماش بكن ون دزيه بكن او دزيه بكن ام ظالم بن زاروكي ما ظالم بن ام محترم بن زاروكي ما محترم ام مش ميبانا حسبكن اي زاروكي مش ميبانا حسبكن اگر كم مش ميبانا عاجز بن اي زاري مش ميبانا عاجز بن تماشات كباف چكريه جبروي تشته باش بدن زاروكي خو بكرنه خو ببراتيكا خو برا زاروكي و وان تشتاتيك و خوينا وان تيك و دليوان. طبعا لعدالة الرسول أيها الإخوة كان حبب إليه العدل وكان عادلا، فحينما أصبح حكما في وضع الحجر الأسود حينما قام أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة عمار الكعبة مرة أخرى وحصل خلاف من يضع الحجر الأسود مكانه، في الأخير أصبح العقل حاكما وقالوا خلاص نأتي بحاكم. من هو؟ قالوا نجلس في الكعبة أول واحد يدخل فليكن حكم، وكان أول الداخلين هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنه محمد الأمين وفرحوا فرحة شديدة. لماذا؟ لأنه كان عادلا وهو شاب. تصرفات الطبيعية الذي كان يصدر من هذا الشخص الذي لم يكن نبيا في هذا الوقت وأصبح بعد ذلك رسولا كان واحد منهم ولكن عادل محترم جدا. لم يروا منه بأنه أكل حقا، تعدى على هذا، ساعد ظالما وترك مظلوما، فرحوا قال خلاص إنه محمد الأمين، خلاص نحن نرضى بحكمه. إذا حينما نكون صغارا، وهذا ملاحظة بسيطة أيها الشباب، أي شيء تعملونه وأنتم صغير هذا يكون ملف في أرشيفكم يأتي معكم وأنتم كبار. إن كان أمرا جميلا الناس يفرحون وأنتم تفرحون، نعم عملت هذا وأنت تفتخر، وهذا يكون رصيد خير لك. وأي شيء سيء ونحن نعمله ونحن صغار يأتي معنا نحمله على ظهرنا في حقيبتنا، وحينما نكبر أحيانا الناس يفتعون الكذاب، هذا كنت ملعون أنت تعمل حيلة وتعمل هكذا، يأتي معنا. فالرسول حينما كان صغيرا وشابا كان عادلا محترما، كلما يكبر
يحمل معه هذه الصفات الجميلة والناس يقبلونه بلا نزاع، خلاص برحبة الصدر يقول إنه محمد الأمين نقبل حكمه، نرجو الله أن يجعلنا أمنا وعادلين ونحن صغار وكذلك أولادنا. جماعة جاءت تشتكي دي بيخنبر ما لما كده جارك بروبلمك يشيبو بريك بيخنبر بيخنبر هيجا أمر جيرانات بو كعبة خرات كملت ما كده ما كعبة خراك آوات كنت زين كي خرابية باران ماران هاتية خرابية إجا آوات كنت سرچه كبري راش حجر الأسود هاي كيب كجيوي أز تي أف تي مرحلة كشر بكن أو قصة بروبلم ما زند به، ولكن تيز هناك إنسان بعقل حيرات بي ورا وانا به أمي ما هف بكجن أمي ما شر بكن حمش كان حاكمة كيبين برا شر ما صافي بكن أمي كيبين كي نينن دبي أمهرن الكعبة دانشن رونن الكعبة كي هات شخص عول برا أو ببا حاكم شن رودنا تماشات كن بشتيك برياردن اي عول كتي حضرت محمد بيك دان كي او دبي محمد أمين برا ورا يعني شو ما بيتشتي كيف خاشي قبول كرين پیغمبر اذا بچوك بو افندي بو دروا نذكر دزي نذكر حيلا نذكر ظلمي نذكر عدالت كتبو خينا شو ذكر خبر دا تجارتك داين وساندنك عدالت بو ملتي كيف خش بو والله برا محمد به امش حكم بي رازينه بفي شكل هانه پیغمبر مد دل قوم خدا گرانی قوي چه بو گرانی که عادل بعدالت ايجابيه درسك يا جماعه خصوصا جحيل وجوانه ما جنجه ما يجوا بشوكن انا دا افندي بن افندي يعني راست بن يعني دروانكن دزينكن حيلانكن افتشتي كان بكن دقلمتي حتى وكان دبرن دقلمتي دچنته مدايا وباغاج هي باغاج مدايا ها دمك عمري مدها بازدايا 20 ام بكن دكبه باغاج ما وام دچن اروكي في باغاج ما بكن يا باغاج ما تشتي خوش تده يا باغاج ما تشتي خرابته ده ونهارن دكانكي وانتشتي تازه بستين يجب تشتي خرابه بستين وتكن باغاجه هو روكي بي باغاجه تببه يعني اجا دمك ام جنجن دمك هجا زاروك برا انا دم جوان را بيجن تي اختيار ببي تي بير ببي تي مازن ببي اوانا تف ادگل تورن او تي وانا بديني داوي تي بيج خوازي مفان كيمانيا نكرا خوازي از وهابو ما خوازي وهابو ما اينا تا چنته خود تجي كده تشتي خرابه تبي چنته اني وكي تشتي خراب تدانه لدم او تشتي جوان چنته تدابن تي چنته خو وكي او كيف خوشي ودلقشي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته هناك حديث معروف حصل مشكله امراه مخزوميه تسرق وبعد ذلك يقول خلاص بعدما تتاكد بانها قد سرقت فيقول خلاص المحكمه قطع اليد السارق والمرأة المخزومية المرأة الكبيرة هكذا كيف نقطع يدها؟ نشفع عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم من يجرؤ على الشفاعة ولا أحد. في الأخير نبعث أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة اذهب إلى النبي وتشفع حتى لا يقطع يدها. خلاص أسامة مسكين يذهب شاب صغير فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذا حد من حدود الله وتقول خلاص أنا من أجل خاطري لا تطبق كلام الله؟ كيف تجرؤ على هذا الشيء وتعمل؟ وبعد ذلك النبي يخطب خطبة عظيما جدا إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انتهى الأمر خلاص. يعني ما هو موجود الآن الكبير والعظيم والغني حينما يعمل خلاص هذا معفو، لا شرطة يحاسب ولا الحاكم ولا المدعي العام ولا واحد يحاسبه. واحد إذا مسكين مثلنا مسكين هو وأسرته كله يروح في الداهية يذهبوا. فالنبي يقول هلاك الأمم يكون هكذا تترك القوي وتعاقب الضعيف. إذا عملت هكذا الأمة قد ذهبت بكلها مع غنية وفقيرها. ويقسم بالله لو أنت بأن بنتي هذا فاطمة والرسول أولاد فقط فاطمة كانت على قيد الحياة الباقي قد توفوا ذكورا وإناثا لو سرقت لقطعت يدها. خلاص يعني لا تقولوا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون مع هذا ومع هذا. حتى بنتي أقرب الناس إلي وبنتي الوحيدة لو تسرق لأقطع يدها. فكيف تجرؤون على الشفاعة وأترك هذا لأنها غنية ابنة شريف أو قومها أعزاء؟ لا والله. فبهذا الشكل العدل يقيم الدولة.
مسئله کی وقت پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام که عدالت پیغمبر سری و سر مال باتا یتف بو جنکی عشیرت کا زنگین دزیه که پشت کو اثبات بو جنه دزیه کر حکم اسلام جه کرنا دست دزه ده خلاص دی دست جنکی گرم جه کن جنک جه عائله ناسکری معروفه عشیرت کا فلان کسه عشیره و ما کردای ناسکری یعنی فلان عشیرت فلان زنگین ام چه بکن چه نکن گره هرش پیغمبر بجه بر دستی جنه که چه حبی خوب گره یعنی کی هر کی نچه اسامه کره زید جی او کسی کو زمان کی پیغمبری کربو لای خو اسامه چوشکه 10 12 15 یعنی عمری بچوکه ایجا لورا پیغمبر وفات کرد عمری 18 بو ایجا بچوکه دبیش اسامه والله پیغمبر اشتحت که رجاب کبره عفو کرد چه پیغمبر عاجز تبت به اسامه هاتی شفاعتیت کی جبون از قانون خود تطبیق نکم تجبون ویا هاتی فرمان خود بکم قربانته یعنی پیغمبر صحابیه توبت کرد به والله بزان بن ملت بریا و چه و مالوان خراب دماغ ایز شریف معنی زنگین دماغ زنگین اکی دزیت کرد دنگی خند کردن جزا ندانه کی کو فقیر اکی کرم قرکاید کردن قوم اکی کو حساب زنگینا نخوازه فقیر بخوازه جبه کسا بخوازه او قوم یعنی هلاک معنی مالوان خراب یعنی ایدی عدالت نما حضور نما پیغمبر داوید به سون دخم بیو خدای کو کچا من فاطمه جزیب کز دستی وجک خلاص چارتنا يعني حكمه اجا قالوا جماعتي رو تماشا كان زنگينه كي دزيت كان نه بوليس نه حاكم نه كاس كي دنگي خناك بقشا دنگي خناكن چت كسر بستك فقير اكيد ك شخو مال اخرات كن دي بابي ته مال اخرات كن مال جيرانه ويجي خرات كن فقيرش كن اجا بيا براستي تشتكي قرد عقل ما ذهب عداله مهمه رب عالم يجي عدالت تخجيانا ما وبزان من پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شخص كي عادل بو رب العالمين فيش طبيعته هاني ما ذكر بو حتى هناك كلام واحد يتهم النبي بأنه غير عادل النبي يقول ويلك إذ لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا أنا ما يكون عادل كيف تقول لي هذا الكلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته كان يعاقب القادة إذا أخطأوا هذا من أمور العدل أنت أخطأت في هذا علينا أن نعمل هذا كم هل ترون قادة أو مسؤولا في الدولة عمل خطأ وبعد ذلك الدولة حاسبه عندنا ولا واحد خلاص رفع عنه القلم أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خالد ابن وليد أخطأ في حرب من الحروب في معركة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يفتي الذين قتلوا خطأ وقال خالد أنا بريء من هذا العمل ليش تعمل هكذا يأتي إليه صحابة واحد مسلم ومع يهودي فالمسلم لا يوجد عنده بينة على حقه فالنبي يعطي الحق للذي هو يهودي لأن الشريعة هكذا يأمر البينة على من ادعى المدعي لا يوجد عنده دليل لا يوجد عنده شاهد واليمين على من أنكر فيعطي الحق وهو يهودي خلاص العدل هذا هو پیغمبر عليه الصلاة والسلام عدالته دقال نفسه خود دقال صحابيه خود دقال نياري خوشي بجيد آني حضرت خالد کیمانی که شرکی داد که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ظلامات چینه به هر خالد شاشتی کی کریه طبعا شاشتی خالد نک خالد برای کشتن نه یعنی فقط غلطی کی چه بیه خوی نوان ده خوی نوان انسان هانه حتی صحابی کی او یک یهودی تن محکمه ابي صحابي پیغمبر به شهادت تهند به شهادت متند به طبعا حق تنین حق ده به یهودی مسلمان به رسول خدا و یهودیت به یهودی باشی دلیل تاتنا از حق نکار مدمته دلیل اوید او صند کار صند خود نکار صند خود شهادت اشترى لازمه تدعوا حقك كتير شهادت تاتنا چه نبغره شهادت هبن بفي رحيهانه پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام بو رهبر عدالت بو نموذج بو مثال کی جوان ملت دو عدالت اجا هبي دارنا وعدالت عن الجماجي هبه رب العالمين رح عدالته بدمجي ان شاء الله ظلميه جنحقيه باخلاقيه ام دور بك ان شاء الله رب العالمين حياتك باخلاق وبعدالت بك نسيب ما نرجو الله عز وجل ان يجعلنا من اهل العدل وان يرزقنا حياه على العدل ان شاء الله وحكما بالعدل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.